في لعيبه متبقيه. مين؟ في محمد الشناوي. طيب خلينا نروح لمعلق المباراه. بشكرك كابتن هاني، بشكرك كابتن عادل، شكرا جزيلا. نروح لمعلقنا المتميز الكابتن عصام عبده للتعليق على احداث الشوط الثاني بين الاهلي والملعب التونسي. اليك الكلمه كابتن عصام. شكرا جزيلا للزميل عزيز الكابتن أسامة حسني. اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم اصدقائي المشاهدين. عودة من جديد لشوط المباراة الثاني، لقاء نتمنى ان شاء الله نستمتع من خلاله. النادي الاهلي على يمين الشاشة مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. هنشوف التبديلات. نزل على طول تريزيجيه، تبديلات مفتوحة على طول. يمشي تاني نادي الاهلي على يمين الشاشه مع انطلاقه شوط المباراه الثاني، والملعب التونسي ياخذ يسار الشاشه. شوف الاهلي غير مجموعه من اللعيبه في الهاف تايم الثاني. ادي على طول الكره اماميه طويله ملعوبه، تمشي صالح الاهلي تاني نص ملعب. ادي اللمسه، تحضير على طول تاني نص ملعب الاهلي، لاعب احمد رضا. اللمسه على طول الكره تاني في نص ملعب لصالح فريق الاهلي. انطلاقه على طول اماميه، ادي المحاوله لكن على طول الكره الى رمي التماس. ادي عمر كمال، عمر كمال بديل الهاف تايم الثاني في الجبهه اليمنى. مشاركه ايضا لاعب رقم 33 لاعب محمد شكري. وادي على طول محمد الشناوي بديل لمصطفى شوبير في الهاف تايم الثاني. الاهلي يجري تبديلات كثيره في الهاف تايم الثاني. شارك كمان تريزيجيه. تبديلات في الهاف تايم الثاني بالنسبه لصالح النادي الاهلي بعد ما خرج محمد شريف، بعد ما نزل مجموعه من اللعيبه في الهاف تايم الاول بالنسبه للاهلي. الاهلي اللي بيحاول يجرب مجموعه اللعيبه في الهاف تايم الثاني ايضا. تمشي على طول الكره الثاني ملعوبه للامام، انطلاقه لصالح الاهلي. ادي تريزيجيه، ترجع على طول الكره الثاني مرعي اماميه لتريزيجيه، لكن في خطا وركله حره مباشره. خطا لصالح القلعه الحمراء، خطا لصالح النادي الاهلي. ادي على طول تريزيجيه، واحد من المكاسب الممتازه بالنسبه للاهلي في صفقاته الجديده بالنسبه للقلعه الحمراء. تريزيجيه واحد من الاسماء الممتازه جدا، حلول موجوده عنده، لعيب عنده خبره دوليه كبيره، لعيب عنده اضافه كبيره جدا بالنسبه لصالح النادي الاهلي. تمشي على طول الكره تاني للخط الخلفي، على طول الشناوي يضغط الملعب التونسي. على طول الكره تاني وسط الملعب. ادي الانطلاقه للثلث الامامي، محاوله على طول تاني اهلاويه اقصى الجانب الايمن، هتاخد تاني لكن يضغط الدفاع وتمشي على طول الكره في اقصى اليسار. 3 اهداف في الشوط الاول، محمد شريف هدفين واللاعب بن شرقي هدف. ادي اللمسه على طول تاني الاماميه، وادي اللاعب محمد عبد الله. محمد عبد الله من الاسماء والشباب اللي شاركت. شارك كمان لاعب احمد عبدين مواليد 2006. وهنشوف مشاركات فريق النادي الاهلي في الهاف تايم الثاني، مجموعه الشباب اللي اكيد مهمه جدا. فتره الاعداد مهمه جدا، المباريات الوديه بالنسبه لمجموعه الشباب بالنسبه للنادي الاهلي، على اساس يحاولوا يحجزوا مقعدهم طبعا او يلفتوا نظر المدرب المدير الفني بالنسبه ليهم في مشوار مهم جدا. ادي على طول تريزيجيه وركله حره مباشره. ادي تريزيجيه واحد من الاسماء المهمه جدا اللي اتت للنادي الاهلي مع محمد علي بن رمضان، مع احمد رمضان بيكم، مع اليو ديانج، مع اللاعب محمد سيحه، احمد مصطفى زيزو، محمد شريف وياسين مرعي ومحمد شكري. فرقه بالكامل. الاهلي جاب مجموعه ممتازه من اللعيبه من اجل طبعا عيون الاميره السمراء، من اجل الدوري، من اجل كاس مصر، من اجل كل الجبهات اللي بيشارك عليها الاهلي. الفريق اللي بيعتمد دايما على المركز الثالث او المركز الثاني وفاشل، لذلك دايما المركز الاول عنوان بالنسبه للنادي الاهلي. على طول اليو ديانج، تمشي على طول الكره اماميه. ديانج من اللي شاركوا في الهاف تايم الثاني. هذا اللاعب اليو ديانج مشاركه في الهاف تايم الثاني بالنسبه لديانج، لاعب رقم 23 في نص ملعب. ادي ديانج، ترجع على طول الكره تاني للخط الخلفي لصالح النادي الاهلي. ادي النادي الاهلي، ترجع الكره تاني على طول اماميه في اقصى اليسار الى تريزيجيه. يمشي تريزيجيه، محطوطه على طول الكره تاني لكن مقطوعه تاني للخط الخلفي. ترجع لصالح فريق نادي الملعب التونسي. هاتوا خد السريعه، دايما تحرك ممتاز بالخميسي وقزمير، لاعب الخميسي وقزمير. ادي اللمسه على طول تاني اليو ديانج،
يمشي ديانج لكن ناحيه تريزيجيه، وفي خطا على النادي الاهلي. في خطا على النادي الاهلي، ده اللاعب وائل الورجمني، وادي حكم الساحه سيد محرز الملكي الحكم التونسي. بيساعده النهارده وائل الحناشي ويوسف الجاسي، الاثنين مساعدين النهارده بالنسبه للسيد محرز الملكي. ادي على طول الكره طويله اماميه ملعوبه، الكره ثاني يضغط الاهلي، ثاني محاوله يضغط يطلع على طول ثاني الدفاع، ترجع الكره ثاني اليو ديانج يسلم اليو ديانج، ترجع على طول الكره ثاني لاحمد عابدين، مدافع المميز جدا مع تشكيله النادي الاهلي، واحد من مستقبل النادي الاهلي طبعا 2006، واللي موجود مع تشكيله النادي الاهلي، موجود مع منتخب الشباب ايضا احمد عابدين من ابناء النادي الاهلي، خد فتره مع سيراميكا كليوباترا، يعود للنادي الاهلي ويعود النهارده كمدافع في القلب في فتره يحتاج فيها الاهلي لمجموعه كبيره من اللعيبه في مركز السنتر باك او مدافع القلب. بالنسبه للنادي الاهلي مكان الحقيقه يعني اي حد ممكن يثبت نفسه كويس هيكون موجود وحاضر، نظرا لتغيير بعض الاسماء بالنسبه لهذا المركز. الحقيقه مركزين مهمين جدا بتوع السنتر باك بالنسبه للنادي الاهلي. ادي على طول الكره ملعوبه، لكن هنا ادي المحاوله، وادي على طول اللاعب رقم 38 هنا اللاعب محمد عبد الله. ادي محمد عبد الله في الاسماء الممتازه جدا، ولد مواليد 2005 منتخب الشباب. تمشي على طول الكره الثاني ملعوبه لصالح النادي الملعب التونسي. ادي الملعب التونسي، تمشي على طول الكره الثانيه اماميه، محاوله ثانيه على طول لصالح الاهلي، يضغط الاهلي لكن في خطا وركله حره مباشره لصالح الملعب التونسي. موجيشا هو واللاعب نداو، اثنين لعيبه بتوع الدايره بالنسبه لفريق نادي الملعب التونسي، موجيشا ونداو. محمد يوسف هنا بالنسبه للنادي الاهلي مدير رياضي، وفي الناحيه الاخرى بالنسبه للملعب التونسي جمال الدين الامام، واحد من نجوم الكره التونسيه، ومكسب كبير جدا جدا للملعب التونسي على مستوى المدير الرياضي اللي اصبح الان يعني مهم جدا جدا في كل الانديه الكبيره، الانديه العملاقه اللي زي النادي الاهلي، يعني يتوجب دايما وابدا يكون هناك مدير رياضي موجود. شوف محمد يوسف ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في مشواره. تروح الكره ثاني على طول للشناوي، هذا الشناوي بعد ما مصطفى شوبير شارك في الشوط الاول من هذا اللقاء، شارك في الهاف تايم الثاني محمد الشناوي الاهلي بالثلاثيه. ترجع على طول الكره ثاني في الخط الخلفي لاحمد عابدين مدافع القلب بديل الهاف تايم الاول. تمشي الكره ثاني على طول اليو ديانج يلعب الكره ثاني مع عابدين، ترجع الكره لصالح الاهلي، يسلم على طول الكره ثاني لصالح الشناوي. هذا الشناوي محمد الشناوي يلعب على طول الكره الشناوي اماميه، محمد عبد الله سلم على طول الكره ثاني لصالح فريق النادي الاهلي. ادي الانطلاقه حمزه عبد الكريم، وادي المحاوله العرضيه لصالح الاهلي خطيره جدا، فرصه الرابع مش ممكن، فرصه خطيره تريزيجيه، وفرصه في الدقيقه 6 من عمر الشوط الثاني. وادي على طول تريزيجيه لعيب كبير جدا طبعا، اضافه كبيره بالنسبه للقلعه الحمراء. شوف الانطلاقه هنا ممتازه، وادي على طول تريزيجيه كان ممكن يكون هدف لصالح الاهلي، كره خطيره والمحاوله، لكن على طول الكره الى ركله مرمى. ادي حارس المرمى الحارس عاطف تخيلي، جول كيبر عاطف تخيلي دخل في مرمى 3 اهداف، هدفين لمحمد شريف، والاطمئنان على الحاله الفنيه بالنسبه لمحمد شريف كاول الاوراق اللي تم تبديلها في الشوط الاول، وحتى عمل عمليه بدنيه اخرى خارج الملعب. مجموعه اللعيبه اللي خرجت في الشوط الاول بالنسبه للنادي الاهلي. رمي التماس معسكر ناجح بكل المقاييس، اختيار المكان كان موفق جدا. شفنا انديه كتيره جدا حتى على مستوى اوروبا، انديه بتاتي الى هذه المدينه الجميله التونسيه الخضراء وبتعسكر هنا في الشمال التونسي، اقصى الشمال التونسي على البحر الابيض المتوسط وعلى حدود الجزائريه. يتواجد الاهلي في معسكره الجميل. تمشي على طول الكره الثانيه عن طريق تريزيجيه بوجه القدم الخارجي جميل، فرصه الهدف الرابع. الله، الهدف الرابع لصالح النادي الاهلي. محمد عبد الله يسجل، محمد عبد الله. ادي محمد عبد الله اللي بقول لحضراتكم عليه واحد من الاوراق الجميله الجديده مع النادي الاهلي 2005. محمد عبد الله اسماء ممتازه. ادي على طول مع يوسف عفيفي مع مجموعه اللعيبه الولاد الممتازين جدا اللي بيتمرنوا مع الفريق الاول. في يوسف عفيفي في الاهلي لاعب من اللعيبه الواعده جدا برضه، وادي محمد عبد الله. كل دول مجموعه شباب ممتازه بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي اللي دايما على طول يعني ولات عبر تاريخه
بالنسبه لابنائه وبالنسبه لمراحل السنيه، الاهتمام الكبير بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي بالنسبه لمراحل السنيه والاعمار السنيه، وبناء لعيبه الحقيقه عندها ولاء وانتماء منذ الصغر بالنسبه للنادي الاهلي. النهارده بنشوف مجموعه من الاسماء شابه، وبنشوف ايضا لعيبه الوافدين الجدد بالنسبه للقلعه الحمراء. الكل بيندمج مع المعسكر والكل بيحاول يحجز مقعده طبعا في منافسه هتكون منافسه شريفه وقويه من اجل اللعب اساسي مع نادي بقيمه النادي الاهلي. 8 دقائق اولى اصدقائي المشاهدين مع انطلاقه شوط المباراه الثاني. الاهلي اللي بياخد يمين الشاشه والملعب التونسي اللي خسران بنتيجه 0-3 هنا في هذه المدينه التونسيه. انطلاقه على طول ثاني اهلاويه، محاوله ثاني على طول عبد الله يلعب الكره ثاني في اقصى اليسار، محاوله الانطلاقه يضغط ثاني على طول اقصى اليمين لكن يحاول يعدي، ترجع الكره ثاني للمسه الخلفيه على طول. شوف المحاولات هنا موجوده وحاضره. الدور بتاع اللاعب ديانج، الدور بتاع اللاعب محمد شكري لاعب رقم 33، وايضا بنشوف شكري الخطوي المدير الفني الحالي طبعا واللي تعاقد مع الفريق املا وسعيا الحقيقه بعد ماهر الكنزاري ووصوله انه يلعب السوبر التونسي بعد عده ايام مع انطلاقه الموسم التونسي. الفريق اللي احتل المركز السادس الموسم الماضي النهارده ب 39 نقطه، النهارده موجود بيلعب مع النادي الاهلي مباراه طبعا غايه في الاهميه ومباراه من اجل الاحتكاك الحقيقي بالنسبه للنادي الاهلي. ادي مصطفى العش ومجموعه اللعيبه اللي شاركوا في الشوط الثاني. نقترب من 10 دقائق اولى والنادي الاهلي يتقدم بثلاثيه او يتقدم برباعيه ممتازه جدا في مرمى الملعب التونسي. 3 اهداف في الشوط الاول وهدف في الهاف تايم الثاني. واضح طبعا فارق الامكانيات والقدرات حتى على مستوى اللعيبه الشباب. وادي الاحتكاك هنا على طول، ادي العش وركله ركنيه على طول تاني. زيزو يلعب الكره على طول، العرضيه خطيره جدا لكن تروح الكره تاني الى ركله مرمى. 10 دقائق اولى مع انطلاقه شوط المباراه الثاني. عماد النحاس والجهاز الفني لدى النادي الاهلي الكل طبعا من خلال تدريب دلوقتي كله تدريب الجديد التدريب الحديث كله ارقام على فكره. مدرب المدير الفني بياخد مجموعه ارقام وهو يترجمها وبياخد مجموعه معلومات وهو يترجمها وتطبق على ارض الملعب. النهارده الجهاز كل واحد ليه قطعه خاصه بيه وتكتمل الحقيقه النغمه وتكتمل السيمفونيه التدريبيه بجهاز طبعا فني قادر على يعني تحقيق طموحات وحلم جماهير النادي الاهلي وما اكثرهم طبعا في مصر والعالم العربي كله بشكل كبير جدا. تمشي على طول الكره ثاني اماميه، محاوله تحضير ثاني خطيره ممتازه. تريزيجيه لكن تمشي على طول الكره الى ركله ركني. خطير الاهلي من الجبهه اليسرى، الجبهه اللي عامل فيها شغل ممتاز تريزيجيه. ادي على طول بدلاء الاهلي، بيحضر الاهلي تبديلات اخرى في الهاف تايم الثاني. يحضر النادي الاهلي تبديلات اخرى في الهاف تايم الثاني. تمشي على طول الكره ثاني، هوبا خطيره، فرصه هدف خامس. فرصه الهدف الخامس تضيع. فرصه الهدف الخامس تضيع في اللاعب اشرف داري. بيتحضر للتبديل، مجموعه من اللعيبه هتشارك مره اخرى مع تشكيله النادي الاهلي. ادي شوف على طول هنا محاوله التصويب لكن في الاخير الكره 4-0 الاهلي بدون تعب وبدون معاناه بالنسبه للنادي الاهلي. تمشي على طول الكره ثاني خطا وركله حره مباشره نص الملعب. ادي على طول الانطلاقه اليساريه. شوفوا محاولات لاعبي النادي الاهلي هنا على طول في انطلاقه ولكن الكره في الاخير تروح على طول الى الخط الخلفي لصالح الملعب التونسي. محاوله التسديده لكن على يسار حارس المرمى الحارس محمد الشناوي. على فكره نجم النادي الاهلي واحد من الاسماء الجميله الكابتن محمد حشيش، كان محترف لاعب الاهلي السابق، كان محترف في فريق الملعب التونسي. ادي التبديلات اللي هتتم الان. هيشارك جراديشار وهيشارك اللاعب رقم 15 اشرف داري وهيشارك اللاعب رقم 4 اللاعب احمد بيكهام. اذا 3 تبديلات هتشارك الان مع تشكيله النادي الاهلي. الاهلي هيجري تبديلات. شوف مجموعه الشباب الاهلي ما شاء الله عنده مجموعه ممتازه من اللاعبين هيشاركوا في الهاف تايم الثاني. يخرج اللاعب رقم 39 هنا محمد عبد الكريم ويخرج اللاعب احمد عبدين مدافع المميز اللي اتكلمنا عليه ايضا في قلب الدفاع، لاعب مواليد 2006 مع منتخب الشباب. وهيشارك جراديشار كورقه جديده ايضا في الثلث الامامي مع النادي الاهلي. ادي على طول بيكهام شكله مميز جدا جدا بالقصه الجديده بالنيولوك الجديد اللي عامله. يخرج اللاعب احمد عبدين
لاعب المدافع مواليد 2006. وشفنا محمد عبد الله، شفنا مجموعه شباب، المدرب يختار تبديلات في توقيتات ممتازه جدا، والاهلي يتقدم برباعيه 4-0. نتيجه طبعا كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي في هذا المساء. 3 في الاوف تايم الاول، 1 في الاوف تايم الثاني. والانطلاقه هنشوف جراد شار ادي على طول تاني عمر كمال، والعرضيه لكن عاليه جدا، عاليه جدا وبعيده ومش حلوه، ولكن في الاخير الى ركله مرمى. كروس باص هنا، والكرات العرضيه كواليتي العرضيات مهم جدا، والتدريب بشكل كبير جدا على الاماكن دي. ادي خروج العش، وادي المدير الفني طبعا، والتبديلات بالنسبه لفريق نادي الملعب التونسي. مشكله كبيره جدا، فريق ما عندوش ارقام على على التيشيرتات بتاعته. لاعب رقم 18 هيخرج الان، ادي خروج اللاعب رقم 18 لاعب الخميسي، خروج الخميسي واحد من اللعيبه اللي ادوا اداء ممتاز جدا مع حسن كازمير. يخرج الخميسي، هتشوف هل اللي بيشارك زكريا عمار ولا حمزه السوسي مع حازم خميري. لاعب رفاء الرياح، لاعيبه البدلاء مهدي مغزاوي. مجموعه الاسماء اللي موجوده على مقاعد البدلاء بالنسبه لفريق نادي الملعب التونسي. 4-0 ربع ساعه اولى من انطلاقه شوط المباراه الثاني. تمشي على طول الكره عن طريق بيكم. شوف غير اكتر من لاعب في قلب الدفاع. شوف بدا باللاعب ياسين مرعي وبدا بياسر ابراهيم، شارك احمد عبدين وابقى على ياسين مرعي، ثم بعد ذلك يشارك اللاعب بيكم. تمشي على طول الكره اكثر يسار محمد شكري في اليسار بعد ما شارك اللاعب كريم فؤاد. اذا النادي الاهلي عنده في كل مركز 1 و2 و3 الان في مجموعه الاسماء والعناصر اللي احنا شفناهم طبعا في هذا المساء. بالنسبه لفريق النادي الاهلي لسه في امام عاشور تاهيل، ولسه في رضا سليم واحمد عبد القادر لسه على قوه النادي الاهلي، ومروان عطيه، وطبعا خلاص موضوع وسام ابو علي ومصطفى مخلوف حارس المرمى. حمزه علاء خلاص برضه هو الاخر ترك النادي، وواحد من الحراس اللي كانوا موجودين. ادي الكره العرضيه تاني ملعوبه، لكن في الاخير الكره ركله ركنيه لصالح النادي الاهلي. ربع ساعه اولى من انطلاقه شوط المباراه الثاني، ولا زال الاهلي متقدم برباعيه 4 أهداف مقابل لا شيء. شوف العرضيه تاني عمر كمال، والعرضيه لكن يطلع تاني دفاعات الملعب التونسي، وتمشي الكوره الى ركله مرمى. ادي الملعب التونسي، تطلع الكوره على طول عاليه، لكن في الاخير ركله ركنيه، ركله ركنيه على طول احمد مصطفى زيزو. ادي زيزو يلعب على طول، زيزو احد الوجوه الجديده مع النادي الاهلي. زيزو محاوله ثانيه خطيره، لكن حارس المرمى على الحارس عاطف الدخيلي. يمشي على طول عاطف الدخيلي، اماميه الكره عاليه طويله ملعوبه. 4-0 عطفا على اداء ممتاز بالنسبه للاهلي، عطفا على فروق شخصيه، وعطفا على قدرات وامكانيات فنيه ممتازه. ادي الكوره وادي الخطا على طول، والركله الحره مباشره. واللاعب خليل العياري ده موهبه ممتازه جدا، بيتكلموا عنه طبعا، ولد من مواليد 2006 2007. لاعب خليل العياري رقم 10 اللي شارك ده في الاوف تايم الثاني، واحد من المواهب الممتازه اللي موجوده مع الملعب التونسي مع تشكيله نادي الملعب التونسي. لاعب خليل العياري اللي بيشارك في الاوف تايم الثاني. تمشي على طول الكره ثاني محمد شكري، شكري لبيكم، بيكم يلعب الكره على طول الاهلي 3-4 نقلات جميله. تمشي على طول الكره ثاني جرادي شار، لكن في الاخير الكره خطا ورمي التماس لصالح النادي الاهلي. 16 دقيقه لعب، 16 دقيقه لعب من انطلاقه شوط المباراه الثاني، ولا زال النادي الاهلي يتقدم برباعيه. الاهلي باربع اهداف، 3 في الاوف تايم الاول وهدف في الشوط الثاني. الاهلي اللي عنده لقاء ان شاء الله بعد عده ايام قليله مع البنزرتي، ثم بعد ذلك يصل الى القاهره ثاني يوم على طول، ثم هيلعب مباراتين وديتين ايضا في القاهره الحقيقه تحضيرا للموسم الجديد للسيزون الجديد. بعد معسكر تونس هيكون المدرب حط ايده على نقط كثيره جدا. المجموعه اللي هتشارك في الشكل الاساسي مع بدايه الدوري، مجموعه اللعيبه اللي هيكونوا بدلاء، الشكل العام بالنسبه للاهلي مهم جدا هذا المعسكر. تمشي على طول الكره ثاني عرضيه خطيره، محاوله عمر كمال، والعرضيه خطيره جدا، فرصه خامس، لكن ممتاز حارس المرمى، هايل حارس المرمى عاطف دخيلي، وتمشي الكره اماميه، لكن في الاخير بعيده على بيكهام ورمي التماس لصالح النادي الاهلي. ادخيلي تماس على طول ثاني لصالح القلعه الحمراء محمد شكري. تمشي على طول الكره لبيكهام، يلعب الكره على طول ثاني في الخط الخلفي عن طريق اشرف داري. شوف موجود اشرف داري، لاعب يعني ياسين مرعي، ياسر ابراهيم، موجود احمد عبدين، كل دول مجموعه لعيبه تقدر تلعب في قلب الدفاع. 4-5 لعيبه في مركز سنتر باك بالنسبه للاهلي
اذا ما عندوش مشكله، لكن هيبقى في صراع طبعا قوي جدا على اللي يلعب اساسي، سواء ياسين مرعي، ياسر ابراهيم، احمد عبدين، بتتكلم على اشرف داري، مجموعه الاسماء اللي في الخط الخلفي وفي قلب الدفاع بالنسبه لصالح القلعه الحمراء. ترجع على طول الكره تاني في الخط الخلفي، انك تطلع 2 لعيبه كل موسم من الناشئين، انك تختار 3 4 عناصر ممتازه يكونوا موجودين مع معسكر الفريق، حاجه كويسه جدا. النهارده بنشوف حمزه عبد الكريم، بنشوف ياسين مرعي، بنشوف محمد عبد الله، بنشوف احمد عبدين، النهارده وجود شكري، كل دي اسماء واضافات ممتازه يخشوا في التشكيله الاساسيه بالنسبه للنادي الاهلي وتبقى اضافه كويسه. تمشي على طول الكره اقصى الجبل يمنى تاني، تلت ساعه الاولى من شوط المباراه الثاني. محمد عبد الله الى زيزو، يلعب الى عمر كمال، الجبهه اليمنى بالنسبه لصالح النادي الاهلي. زيزو ترجع على طول الكره الى بيكم، قليل لما تلاقي مدافع اسمه بيكم، لكن هو مشيت معاه خلاص وبقى الاسم لازق معاه بيكم. تمشي على طول الكره العرضيه، محاوله محمد عبد الله، ادي محمد عبد الله يحاول يعدي، محاوله تسديده. فريق مميز جدا مواليد 2005 بالنسبه للنادي الاهلي، في مجموعه لعيبه ممتازه. بنشوف يوسف عفيفي، بنشوف محمد عبد الله، مجموعه شباب موجوده مع النادي الاهلي. كان بيتم تصعيد مجموعه من اللعيبه، ومره اخرى تاني حسب رؤيه المدير الفني. في مدير فني اجنبي يحب الناشئين، وفي مدير فني اجنبي يحب اللعيبه الجاهزه، ولكن الاغلبيه دايما بتروح للعيب الجاهز. على فكره على مر التاريخ بالنسبه للعيبه الاجانب او بالنسبه للمدربين الاجانب بيحبوا دايما اللاعب الجاهز، لاعب السوبر اللي ممكن يختاروه من فريق تاني، اللي يحاول دايما النادي يشتريه لهم ويوفر لهم كل حاجه. والاهلي دايما يوفر لاي مدير فني كل عوامل النجاح. ادي محمد شكري مدافع الايسر السابق مع نادي سيراميكا كليوباترا، فريق اللي بيقدم عطاءات ممتازه، بيقدم كره قدم جميله فريق نادي سيراميكا كليوباترا. شفنا فتره كان موجود احمد عبدين، شفنا فتره كان موجود اللاعب شكري، وشفنا بيكم. مجموعه من اللعيبه بيتم اعارتهم، بيلعبوا بيرجعوا بشكل ممتاز جدا بالنسبه لديهم الاساسي فريق النادي الاهلي. 4-0 نتيجه كبيره لصالح النادي الاهلي. الشناوي، محمد شناوي، في موجود محمد سيحه لسه ما شاركش، هل ممكن يشارك ولا ممكن يشارك المباراه اللي جايه؟ الله اعلم، هنشوف. انما حارس مرمى واعد هو الاخر سيحه. تمشي على طول الكره تاني، في سيحه تاني على فكره، في سيحه تاني في طلائع الجيش، ادهم سيحه، وده ايضا من ناشئي النادي الاهلي. لاعب ادهم سيحه حارس مرمى فريق طلائع الجيش من مواليد برضه بتوع 2003 وما شابه بالنسبه للاعيبه الاهلي. تمشي على طول الكره تاني، عمر كمال، ادي عمر كمال، تتسلم على طول الكره تاني الى وسط الملعب، ترجع على طول الخط الخلفي لصالح اليو ديانج، يمشي اليو ديانج، محطوطه على طول الكره اهلاويه بوجه القدم الخارجي لكن مقطوعه. يقطع تاني على طول اللاعب مجيشه، عجبني مجيشه وندهاو، لعيبه ممتازين على دايره وسط الملعب. شفنا الدور بتاع اللاعب وائل الورجمني لما خرج، وشفنا ايضا تحويلات ممتازه جدا بالنسبه للاعب الموهوب اللاعب خليل العياري، لاعب رقم 10، ده لاعب مميز جدا ولاعب شاب صغير، واعتقد هيبقى ليه مستقبل كبير جدا مع تشكيله نادي الملعب التونسي، وممكن نشوفه في احد الانديه الكبيره. ده لعيب كبير وموهبه كبيره جدا، لاعب خليل العياري، لاعب رقم 10 خليل العياري. ادي الركله الحره المباشره، ادي الموهبه اللي بيتكلموا عليها مع الملعب التونسي، لاعب خليل العياري. ودي زيزو، احمد مصطفى زيزو، ادي زيزو واحد من الاسماء الجديده مع النادي الاهلي، يضاف الى محمود تريزيجيه، محمد علي بن رمضان، واحمد رمضان بيكم، واليو ديانج، ومحمد احمد سيحه، واحمد مصطفى زيزو، محمد شريف، ياسين مرعي، ومحمد شكري. الاهلي جاب مجموعه ممتازه من اللعيبه، هنشوف التوظيف بتاعهم مع السيد ريبيرو، وهنشوف شكل النادي الاهلي مع بدايه السيزون. ركله حره مباشره على طول اماميه طويله عاليه، لكن في الاخير الكوره الى ركله مرمى لصالح محمد الشناوي، حارس الامين، الحارس الخبره الكبير. ادي خروج قفشه، خروج طاهر، خروج محمد هاني، مجموعه كبيره من اللعيبه شاركت، خروج كوكا، خروج بن رمضان، كل الاسماء اللي شاركت. حاول المدرب يدي كل واحد على مراحل كده، كل واحد بيتكتب له خد قد ايه، المستوى البدني بتاعه وصل لحد فين. فتره الاعداد كلها دلوقتي علم زائد علم، كله شغال بالورقه والقلم، وزي ما قلت لحضراتكم التدريب الان اصبح ارقام، والمدير الفني هو يترجم هذه الارقام الى واقع في ارضيه الملعب. تمشي على طول الكره ثاني اماميه، ولكن ركله حره مباشره وخطا يحتسبهم على طول حكم اللقاء محرز الملكي، حكم الساحه لهذه الليله، مع وائل الحناشي ومع يوسف الجاسي، اثنين مساعدين النهارده، طاقم تحكيم ممتاز على اعلى مستوى بيدير لقاء النادي الاهلي امام الملعب التونسي. واحنا بالتالي عبر قناه الاهلي
هناك فقره تحليليه تحكيميه تثقيفيه جميله مع كابتننا طبعا الكابتن ناصر عباس الحقيقه، مع الاستوديو التحليلي برفقه الكباتن والزملاء كابتن اسامه حسني والكباتن هاني رمزي والكابتن عادل عبد الرحمن. الان في تبديل، يخرج اللاعب رقم 7، يخرج الورجمني يحاول الملعب التونسي والاخر يشارك مجموعه من اللعيبه سواء على مستوى الشباب سواء على مستوى اللعيبه الكبار. وفي الهافتايم الثاني فرصه ممتازه، خروج ايضا اللاعب رقم 20 اللاعب ريان اسماعيلي اللي قلت لحضراتكم في الشوط الاول عمل ماتش حلو قوي. اسماعيلي لاعب ريان رقم 20 طرف الملعب اليمين مع فريق نادي الملعب التونسي، والركله الحره المباشره تتلعب على طول، الكره خطيره، محاوله يقطع تاني على طول دفاعات عن طريق محمد شكري. ادي محمد شكري لعيب كبير، محمد شكري لو خد فرصه كويسه هيبقى اضافه كبيره جدا مع النادي الاهلي، هو من ابناء الاهلي وراح لسيراميكا ثم يرجع الاهلي. رمي التماس على طول الكره تاني، محاوله لكن يطلع تاني الدفاع وتريزيجيه، ورمي التماس على النادي الاهلي من الجبهه اليسرى. تعليمات من السيد الملكي، ادي محرز الملكي حكم الساحه. تونس ولاده على فكره على مستوى الصفاره على مستوى اللاعبين. شوف طبعا الاسم الكبير جدا المدير الرياضي اللي بنتكلم عليه جمال الدين الامام، واحد من نجوم الكره التونسيه وهو المدير الرياضي الحالي مع تشكيله نادي الملعب التونسي في هذا الموسم. هذا على طول الاعتراض هنا، شكر الخاطوي جاء خلفا لماهر الكنزاري، هيلعب السوبر التونسي في نهايه يعني او بدايه مشواره مع الكره التونسيه هذا الموسم. يمشي على طول الكره الثانيه اماميه، ملعوبه طويله، تحضير على طول الكره ثانيه في نص الملعب. ادي اللمسه، سلم على طول الكره ثاني لصالح فريق نادي الملعب التونسي، ترجع لحارس المرمى عاطف تخيلي، يلعب عاطف تخيلي، سلم الكره على طول ثاني تمريره، كرات الاماميه، يقطع الاهلي ثاني في الناحيه اليمنى، جبهه بتاعت عمر كمال، محاوله التحضير على طول في اقصى الجبهه اليمنى لصالح الاهلي. ادي عمر كمال، وادي تسليم والتسلم على طول الكره هنا في الخط الخلفي، لاعب احمد رضا، محاولات في الجانب الايمن، سلم على طول الكره ثاني اليو ديانج. ادي ديانج يلعب الكره مع بيكام لشكري اقصى اليسار، شكري المره دي ملعوبه لكن في الاخير الكره رمي التماس اقصى الجانب الايسر. ادي محمد شكري جامد. ادي شكري عمل كره قدم جميله مع نادي سيراميكا كليوباترا، بعد كده اتصاب ثم بعد ذلك عمل عمليه في الركبه ثم بعد ذلك يعود بشكل ممتاز شكري، ويصبح الان واحد من فرسان الرهان في الجبهه اليسرى بالنسبه للقلعه الحمراء. 19 دقيقه اصدقائي المشاهدين على نهايه الشوط الاول او نهايه الشوط الثاني. الشوط الاول الاهلي ب3 اهداف، الشوط الثاني الاهلي بهدف وحيد في رباعيه ممتازه بالنسبه للاهلي في اولى مبارياته الوديه امام الملعب التونسي، وبعد 4 ايام هيلعب مع فريق تونسي اخر هو فريق البنزرتي لتكتمل مبارياته الوديه هنا في رحله النادي الاهلي، رحله البحث عن التشكيله الاساسيه، رحله البحث عن الاهلي الجديد مع المدرب ريبيرو، رحله البحث الجديد عن مجموعه اسماء هتكون شكل ورونق وطعم اخر بالنسبه للنادي الاهلي بعد مشاركه عالميه ودوليه في كاس العالم للانديه. الحقيقه زعلت مجموعه من جماهير الاهلي، انما الحقيقه الاهلي ادى بشكل كبير سواء في الانتر ميامي سواء في الماتشات كلها بشكل ممتاز، واخيرا بورتو. ادي انطلاق على طول ثاني، محاوله لتحضير تسديده، محاوله هوبا التصويبه لكن غير رايه، محاوله بالشمال خطيره لكن الكره في الاخير الى ركله مرمى، الكره بشكل ممتاز، بتحرك ممتاز، باداء ممتاز، بانطلاقات ممتازه وبتحولات ممتازه بالنسبه للثلث الامامي بالنسبه للنادي الاهلي. انا على الهوا بتاع الاهلي خلص واكلمك. ادي على طول الكره ثاني ملعوبه، والمحاوله على طول ثاني الرباعيه تعادل او التقدم لصالح الاهلي. الرباعيه ادي الملعب التونسي، شوف المحاولات على طول هنا بتتم بشكل ممتاز جدا. ادي زيزو، محاولات اللاعب زيزو، وادي على طول الشناوي، تعليمات على طول لزيزو، مجموعه الثلث الامامي بالنسبه لفريق النادي الاهلي. ادي المحاوله وادي النادي الاهلي بالرباعيه يتقدم برباعيه ممتازه. شفنا الاداء الكبير جدا
بالنسبه للتحركات، بالنسبه للاهداف، بالنسبه لشكل الاهداف، انما طمن النادي الاهلي على التلت الامامي، طمن على وضعيه ممتازه بالنسبه لمحمد شريف، بالنسبه للتلت الامامي، شوط اول بتبديلات وشوط ثاني بتعديلات اخرى. اذا رباعيه الاهلي في ملعب التونسي. محمد الشناوي شوط ثاني شارك فيه محمد الشناوي بعد ما شارك مصطفى شوبير في شوط المباراه الاول. اذا 4 اهداف مقابل لا شيء. شوف الانطلاقه، ودي محاوله على طول الكره ثاني لكن الضغط موجود. شوف هنا على طول الانطلاقه، يحاول على طول ثاني اللاعب تريزيجي، ضغط ممتاز من جانب اللاعب تريزيجي في الجبهه الشمال اللي بيشتغل منها الاهلي، والجبهه اليمنى طبعا بتاعه عمر كمال عبد الواحد ومجموعه الرفاق. ادي على طول تريزيجي مقاتل محارب في الجبهه الشمال بالنسبه لصالح الاهلي. رباعيه مقابل لا شيء، اداء ممتاز بالنسبه للاهلي. ماتش وصل فيه بارقامه الممتازه. ادي الجول طبعا والهدف الجميل جدا اللي تم تسجيله عن طريق اللاعب محمد عبد الله. وادي على طول جريديشار. ربع الساعه الاخيره من شوط المباراه الثاني، ولا زال الاهلي يتقدم برباعيه مقابل لا شيء. يتقدم النادي الاهلي برباعيه مقابل لا شيء. ادي على طول الي ديانج، واحد من الاسماء اللي تعود مره اخرى لبوابه النادي الاهلي، عاد بعد انتهاء اعارته لنادي الخلود السعودي. لاعب اليو ديانج فتره مع الخلود السعودي، ياتي فريق النادي الاهلي مجموعه من الاسماء ممتازه، اعتقد هيبقى ليهم دور كبير جدا على المستوى الافريقي وعلى المستوى المحلي من خلال المشاركات، من خلال الاجواء. ادي على طول الكره ملعوبه تاني لكن تماس. 4-0 لصالح النادي الاهلي. رباعيه اهلاويه لما في مكاسب بالجمله. مشاركه الشباب النهارده، الاداء الجميل جدا في نص ساعه اللي لعبها محمد شريف، مكاسب ممتازه بالنسبه للاهلي. مجموعه الاسماء الشابه اللي شاركت، وايضا مجموعه البدلاء اللي شاركوا على مستوى زيزو، على مستوى محمد عبد الله، محمد عبد الكريم والعش وشكري وزيزو. شفنا اسماء كبيره، ديانج، شفنا بيكام، تريزيجيه، جراديشار، اشرف داري. مجموعه كبيره خدت النهارده الحقيقه في لقاء نادي الملعب التونسي. النادي الاهلي عنده لقاء باذن الله تعالى بعد عده ايام قليله، هيلعب مع البنزرتي ثاني مبارياته واخر مبارياته هنا في المعسكر الاهلاوي، طبعا اللي درأس البعثه فيه طبعا الكابتن الكبير الخلوق كابتن محمود الخطيب اللي يرأس بعثه النادي الاهلي. ودي رساله كبيره جدا ورساله شديده اللهجه اللاعبين. زيزو الركله ركنيه، كره خطيره جدا لكن على طول يطلع دفاع وتمشي الكره تاني في الاخير على النادي الاهلي. ركله مرمى اللاعب اشرف داري. ادي اشرف داري، ياسين مرعي، ياسر ابراهيم، احمد عبدين. 4 النهارده شاركوا في الاثنين السنتر باك في قلب الدفاع. شفنا كريم فؤاد وشفنا محمد هاني طرفين الملعب. والهاف تايم الثاني بنشوف مشاركه اللاعب محمد شكري. في الهاف تايم الثاني بالنسبه للنادي الاهلي شفنا كوكا وشفنا بن رمضان وشفنا قفشه وشفنا بن شرقي ومحمد شريف وطاهر. كل ده خرج والنادي الاهلي شارك بفريق جديد تماما في الهاف تايم الثاني بمجموعه من اللعيبه ايضا الممتازين. اذا النادي الاهلي بيحاول ياكد على اهميه مجموعه اللعيبه في المشاركه الاساسيه وايضا شكل الفريق بشكل عام مع بدايه الموسم ومع بدايه الفتره، طبعا فتره الاعداد. تمشي على طول الكره تاني في الجانب الايمن، محاوله من ناحيه الحارس عاطف فتخيلي يلعب الكره الاماميه. ادي الانطلاقه، دور بتاع اللاعب يوسف توريه والدور بتاع اللاعب مجيشه ونداو بتاع الدور الاول بتاع الشكل الدفاعي بتاع الكرات اللونج باص. غير فريق نادي الملعب التونسي من ادائه في الهاف تايم الثاني. تمشي على طول الكره اماميه لكن سهله الى حارس المرمى على طول. حارس المرمى الحارس عاطف تخيلي. تمشي عاطف تخيلي يقطع على طول الكره تاني. دفاعات فريق نادي الملعب التونسي 4-0. يمشي على طول الكره حارس المرمى اماميه على طول تخيلي وتمشي الكره في اقصى الجانب الايمن. ادي المحاوله لصالح فريق نادي الملعب التونسي. 13 دقيقه اخيره خلاص على نهايه الهاف تايم الثاني والمباراه، ولا زال التقدم لصالح النادي الاهلي باربع اهداف مقابل لا شيء. 4 اهداف بالنسبه لصالح النادي الاهلي. شوف على طول الانطلاقه، وادي الجهاز الفني وادي محمد يوسف طبعا، وقراءه بقى بالنسبه للمعسكر مهم جدا، في خطوط عريضه جدا. وادي المدينه الجميله مدينه طبرقه، المدينه الساحليه، المدينه التونسيه، المدينه اللي في اقصى الشمال التونسي. وادي شكل الملعب طبعا. قناه النادي الاهلي الحقيقه عامله شغل ممتاز اكثر من هايل مع النادي الاهلي، نقل لكل حركات والسكنات بعثه النادي الاهلي
ونقل كل التغطيه، يعني اكثر من 5 نجوم بالنسبه لمعسكر النادي الاهلي بشكل كبير جدا، سواء على مستوى التدريبات، 3 تدريبات اجراهم الاهلي، او المباريات الوديه. هيجري غدا ان شاء الله تدريب اخر وعده تدريبات، ثم بعد ذلك لقاء الملعب او لقاء البنزرتي، ثم بعد ذلك العوده الى الوطن طبعا الى مصرنا الحبيبه، ومشاركه ايضا في مباريات وديه بالنسبه للاهلي للتحضير للموسم الجديد. تمشي على طول الكره ناحيه شكري، يلعب العرضيه تاني على طول تريزيجيه خطير الاهلي، ادي تريزيجيه، لكن في الاخير الكوره الى ركله مرمى. عدى محمود تريزيجيه، ادي طاهر، قفشه، محمد هاني، مجموعه اللاعيبه اللي شاركت بشكل كبير جدا في الشوط الاول. شفنا كوكا، شفنا بن رمضان، وشفنا كريم فؤاد، وشفنا ياسين مرعي، وشفنا ياسر ابراهيم، شفنا احمد عابدين شارك لفتره، وشفنا محمد عبد الله، وشفنا مجموعه من اللعيبه ممتازه النهارده بيديهم الجهاز الفني في محطه غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي دايما صانع للنجوم، مجموعه نجوم جديده هتظهر في سماء الاهلي في السنوات المقبله، عطفا ونظرا لمجموعه لعيبه تركت الاهلي ومجموعه اخرى انتقلت لانديه اخرى، ومجموعه شباب تشارك في هذا المساء سواء في شوط المباراه الاول او شوط المباراه الثاني. اخر 11 دقيقه خلاص على نهايه الشوط الثاني والمباراه. ادي محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي، وادي الشكل الجميل جدا طبعا بتاع المدينه، مدينه موفق فيها النادي الاهلي جدا الحقيقه، اختيار موفق على مستوى الطقس، على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى الاجواء، على مستويات كثيره جدا. معسكر ناجح بكل المقاييس. اختيار النادي الاهلي لمدينه طبرقه طبعا هنا في اقصى الشمال التونسي على الحدود الجزائريه، على حدود الجزائر الشقيقه. يتواجد النادي الاهلي في معسكره مع بدايه موسم يتمنى ان يكون موسم ناجح من خلال بدايه فتره الاعداد. طبعا معسكرات مهمه جدا، الاهلي يختار تونس كمحطه. الاهلي عسكر كتير جدا في اوقات كثيره في القاره الاوروبيه، النهارده بيعسكر في مدينه عربيه وفي بلد شقيق عربي هو تونس، ويشارك طبعا في اقصى شماله هنا بمعسكره الخاص. سلامات ان شاء الله لبيكم، سلامات لبيكم، يخرج بيكم للعلاج. ادي بيكم، كل واحد جديد، كل وافد جديد، كل لاعب انضم للنادي الاهلي عاوز يثبت قدراته، كل واحد عاوز يقول انا عندي احقيه وعندي حتميه المشاركه مع الفريق كلاعب اساسي. ادي بيكم، وادي على طول حارس المرمى الحارس محمد الشناوي. 4-0 النادي الاهلي، نتيجه كبيره، نتيجه عريضه، ثلاثيه في الشوط الاول. مصطفى شوبير النهارده من المكاسب اللي شاركت ايضا مع النادي الاهلي مع مجموعه اللعيبه اللي شاركوا في الشوط الاول. تمشي على طول الكره تاني في انطلاقه محاوله، لكن يقطع تاني على طول دفاعات النادي الاهلي، وترجع الكره للخط الخلفي. اليو ديانج يلعب الكره ناحيه شكري، ادي شكري. بيكم هيرجع تاني الملعب، تمشي على طول الكره تاني داري، يلعب على طول الشناوي يمشيها للامام، تمشي على طول اماميه، يقطع تاني دفاعات النادي الاهلي، وضغط على طول من لاعبي نادي الملعب التونسي مع 9 دقائق اخيره خلاص على نهايه الاف تايم الثاني والمباراه، ولا زال النادي الاهلي متقدم برباعيه مقابل لا شيء. تمشي على طول الكره عاليه طويله اماميه ملعوبه، ادي الراسيه، لكن يضغط تاني دفاعات الملعب التونسي، وتمشي الكره في اقصى اليسار ناحيه تريزيجيه، يحافظ عليها دفاعات الملعب التونسي، ورمي التماس من الجانب الايسر. رمي التماس على طول من الجانب الايسر. حضور جماهيري بسيط مش كبير بيشاهد المباراه، واهتمام طبعا كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي لمعسكره لبدايه الفتره الاعداديه بعد الاداء الحقيقه اللي اكيد امر طبيعي جدا. جماهير النادي الاهلي دايما بتحظى باهتمام كبير لفريقها، عايزه فريقها في افضل مكان، مشاركه في كاس العالم للانديه. تمشي على طول الكره الثاني اماميه، لكن صفحه وانطوت خلاص عدت. يمشي على طول الملعب التونسي 1 ضد 1، ممتاز اشرف داري، يأجل اشرف، يحاول على طول ثاني يقطع الكره ثاني، لكن ناحيه عمر كمال حكم اللقاء يمشي على طول السيد المالكي، وتمشي على طول الكره ثاني اهلاويه، محاوله احراز هدف خامس لصالح النادي الاهلي، لكن يقطع الدفاع، وتمشي على طول الكره الى رمي التماس من اقصى الجانب الايمن. 8 دقائق اخيره خلاص على نهايه الشوط الثاني والمباراه، ولا يزال التقدم للنادي الاهلي باربع اهداف مقابل لا شيء. 4 أهداف مقابل لا شيء. اذا 4 أهداف مقابل لا شيء بالنسبه لصالح النادي الاهلي. تماس على طول من اقصى اليسار، معسكر يحاول من خلاله الاهلي يضع النقاط على الحروف بالنسبه. يخرج بيكم ويشارك العش، اذا يخرج بيكم للاصابه، يخرج بيكم للاصابه في شوط المباراه الثاني. كان هيكمل بيكم، ونشوف الاجواء الجميله هنا، شوف النقل الجميل هنا الحقيقه، قناه النادي الاهلي والتغطيه الممتازه جدا
بالنسبه لصالح هذا المعسكر طبعا، وده دور بالنسبه لقناه الاهلي دايما بتبقى حاضره مع كل فرق النادي وخصوصا الفريق الاول. طموح الكبير جدا، البطولات، عوده البطولات الافريقيه. الاهلي دايما يعني لا يشبع اطلاقا من البطولات، عود جماهيره على هذا الكلام، وبيتعود اللاعب اللي بينضم للنادي الاهلي على هذا الكلام، ان المركز الاول هو المكان الحقيقي بالنسبه دايما للنادي الاهلي في كل بطولاته اللي بيشارك فيها. ترجع على طول الكره للخط الخلفي تاني على طول لصالح محمد الشناوي. الشناوي يلعب على طول، الشناوي ملعوبه الكره تاني في وسط ملعب النادي الاهلي. ادي اللمسه على طول الكره تاني ناحيه رضا، يلعب على طول الكره تاني الشناوي عاليه طويله اماميه. شكري مقطوعه على طول الكره تاني في نص الملعب، لعيب كبير ولد العياري، من لعيبه الحريفه قوي العياري، رقم 10. ادي الكره على طول انطلاقه وركله حره مباشره. هو ده اللي بقول لك عليه، ده مكسب كبير جدا، ولد مش هيقعد في الملعب التونسي. بص ده مهارته عاليه جدا، لعيب صغير قوي وموهبه حقيقيه جميله بالنسبه للملعب التونسي، وان شاء الله يكون مع منتخب تونس الشقيق طبعا اضافه كبيره جدا. اللاعب خليل العياري من المواهب اللي بيتكلموا عنها مع فريق الملعب التونسي. لاعب خليل العياري اتكلموا عليه بشكل كويس قوي، انه لعيب مميز جدا ولعيب عنده قدرات عاليه جدا. 6 دقائق اخيره اصدقائي المشاهدين على شوط المباراه الثاني، والنادي الاهلي يتقدم برباعيه، 3 في الاوف تايم الاول، وشوط ثاني يسجل الاهلي في هدف وحيد في شوط المباراه الثاني. مدرب، مدير الفني، الجهاز الفني، كله بيكتب على كل السطور مين هيكون في الفريم الاساسي، مين هيكون في التشكيله الاساسيه، شكل النادي الاهلي مع انطلاقه الموسم الجديد، شكل النادي الاهلي في المباراه اللي جايه امام البنزرتي، وشكل النادي الاهلي في مباراه الوديه اللي اكيد هيعملها في القاهره لما يعود ان شاء الله الفريق يعني كامل نجومه. ترجع على طول الكره في الخط الخلفي اماميه، ادي انطلاقه عدت من اليو ديانج، انطلاقه على طول لصالح الملعب التونسي، كره على طول لونج باص، لكن الشناوي طالع في توقيت ممتاز الشناوي ويخلص لصالح النادي الاهلي. ادي انطلاقه على طول اماميه، محاوله التحضير على طول لصالح الملعب التونسي، يحاول الملعب، تمشي على طول الكره تاني تحويل عن طريق عمر كمال، ممتاز عمر، يقراها كويس قوي قبل المهاجم، يمشي على طول عمر كمال طويله جدا وعاليه، يحاول عليها تريزيجيه لكن بعيده، ورمي التماس من الجانب الايسر. ادي تريزيجيه، مكسب كبير جدا للنادي الاهلي تريزيجيه وجوده مع الاهلي، جهاز المنتخب الوطني دايما هيبقى عينه عليه. وادي على طول السيد المالكي، محرز المالكي، حكم مباراه الاهلي والملعب التونسي، واللي بيساعده النهارده وائل الحناشي ويوسف الجاسي، مجموعه الاسماء اللي يعني موجوده في الصفاره التحكيميه في هذا المساء. 4-0 للاهلي، نتيجه عريضه، نتيجه كبيره، لكن اكيد نتيجه بتطمن جماهير النادي الاهلي وما اكثرهم طبعا. الاهلي منظومه جميله، الاهلي عنده حضور جماهيري من اكثر انديه العالم على مستوى الحضور الجماهيري. النادي الاهلي عدده بالملايين. تمشي على طول الكره الثانيه على طول عن طريق تريزيجيه، تسديده من تريزيجيه، لكن على طول حارس المرمى ممتاز عاطف تخيلي، وتمشي الكره على طول اعتقد الى ركله مرمى. ادي تريزيجيه عمل نشاط ممتاز قوي في الجبهه الشمال، تريزيجيه عمل جبهه يسرى ممتازه تريزيجيه، وتحت منه على طول شكري، وتحت منه زيزو، مثلث مرعب خطير جدا، محمد شكري وزيزو وتريزيجيه، لعيبه دوليه ولعيبه تعمل اضافه لاي مكان يتواجدوا فيها الحقيقه، سواء شكري او زيزو او تريزيجيه. 4-0 لصالح النادي الاهلي. تمشي على طول الكره الثانيه اهلاويه، محاوله لزيزو، ادي الانطلاقه، لكن يقطع على طول ثاني دفاعات الاهلي عن طريق جراديشار، ويطلع الكره تماسا ان في لعيب من النادي الاهلي واقع على ارضيه الملعب. اجواء جميله، طقس جميل، كل حاجه في معسكر الاهلي حاجه يعني رائعه جدا. مدينه، اي نادي عاوز يعمل معسكر ناجح ياتي لهذه المدينه بصراحه. تباركه. وادي على طول محمد شكري، مدينه الخضراء في تونس، الخضراء في اللون الاخضر اللي بيغطي سماء المدينه وجنبات المدينه. وادي محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي والاضافه الكبيره جدا طبعا، والحارس صاحب الخبرات الكبيره جدا جدا محمد الشناوي كحارس اساسي. شوف شكل المدينه كلها خضراء، مدينه كلها خضراء، وشوف التصوير الجميل هنا. ماتش بينقل ب 12 كاميرا، بكاميرا درون، وباهتمام كبير جدا من قناه النادي الاهلي. نتعيش المشجع الاهلاوي والعاشق بالنسبه للنادي الاهلي قيمه هذا النادي، انه دايما وراه ودايما حاضرين ودايما ينقلوا كل حاجه في المعسكر الخاص بالنادي الاهلي. وما اهم طبعا معسكر مع بدايه الموسم، معسكر مهم جدا جدا بالنسبه لكل اللاعبين. فتره الاعداد فتره يعتمد عليها الجهاز الفني بشكل كبير في تجهيز اللاعبين على المستوى البدني، والمستوى الفني يزداد من وقت لاخر من مباراه لاخرى،
وارتفاع ايضا المخزون البدني بنفس الكلام من وقت الى اخر، مباراه لاخرى كل لاعب بياخد عدد معين من الدقائق، يكتب هذا الكلام يترجم للمدير الفني، الجهاز الفني بيعمل بشكل منظومه كامله متكامله حتى يصل الى مبتغاه طبعا، وهو قيمه النادي الاهلي والمركز الاول والاميره السمراء والدوري والكاس وكل البطولات اللي بيشتغل عليها الاهلي طبعا، من خلال انه يكون دايما بطل ويكون فارس اول بالنسبه لهذه البطولات. تمشي على طول الكره تاني اهلاويه، ادي المحاوله اليو ديانج تمشي على طول الكره تاني ملعوبه، ادي الانطلاقه في اقصى الجبهه اليسرى، محاولات التحول الهجومي والانطلاقه الهجوميه. النهارده محمد بيومي هو طبعا مخرج اللقاء، المخرج المصري هناك من تونس، واحد من العناصر المميزه جدا مع الاهلي. تمشي على طول الكره تاني في الجبهه اليسرى، ترجع للشناوي. الثواني الاخيره الاهلي اعتقد نجح بشكل كبير جدا في هذه المباراه على مستويات كثيره، على مستوى الثلث الامامي والاهتمام، هدفين لمحمد شريف، والحقيقه بشكل ممتاز اهتم الاهلي بالثلث الامامي، ونجح النهارده محمد شريف لفت الانظار وسجل هدفين، وشفنا مشاركه شباب ممتازه، وشفنا عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي النهارده شاركوا على مستوى الشوطين، الشوط الاول والشوط الثاني. تمشي على طول الكوره، مكاسب النهارده ممتازه حتى الشباب، احمد عبدين، محمد عبد الله، حمزه عبد الكريم، واللاعب ياسين مرعي، محمد شكري. النهارده ما فيش غير بره قايمه حسين الشحات ومجموعه اللعيبه اللي في التاهيل طبعا في القاهره، امام عاشور ورضا سليم واحمد عبد القادر طبعا ومروان عطيه، مجموعه اللعيبه اللي مش موجوده مع النادي الاهلي. تمشي على طول الكره تاني اماميه، محاوله تاني لكن يقطع شكري، ممتازه شكري، يمشي على طول الكره للامام، يمشي على طول حكم لقاء الكوره الى نص ملعب تاني، انطلاقه لزيزو، جبهه شمال قويه جدا جدا، فيها تريزيجيه، فيها زيزو، فيها محمد شكري، فيها انطلاقه، فيها خطا، وركله حره مباشره لصالح النادي الاهلي. ركله حره مباشره على طول لصالح النادي الاهلي، ركله حره مباشره، مكسب كبير جدا. محمد شكري لعيب كوره فوتبولر ممتاز، من اللعيبه الباك الشمال، عنده كواليتي العرضيه هاي، عنده الشورت باص الصغير كويس، يخش جوه الملعب بشكل ممتاز جدا، واشتغل بشكل رائع جدا مع المدرب طبعا القدير والمدرب الكبير ايمن الرمادي بشكل ممتاز جدا، وكانوا عاملين حاله فنيه جميله جدا الحقيقه في الفتره اللي كان موجود فيها يعني هو واحمد عبدين وبيكام وفريق نادي سيراميكا بيقدم كره قدم جميله الحقيقه ايضا مع المدرب الكبير علي ماهر. ترجع على طول الكره تاني في الجبهه اليسرى، تحضير بالنسبه لصالح النادي الاهلي على طول تاني، زيزو يمشي زيزو، لكن ترجع الكره لحارس المرمى الحارس عاطف تخيلي، يلعب على طول الكره الاماميه. فريق نادي الملعب التونسي نفسه يسجل هدف، ترجع الكره تاني على طول عن طريق الشناوي، يلعب الشناوي وتمشي على طول الكره تاني طويله على طول في اقصى الجبهه اليسرى، يرجع الكره عن طريق اليو ديانج يركز. شوف الجبهه الشمال بالنسبه للاهلي عامله شغل كويس، فاردين اساميهم سواء شكري او زيزو او تريزيجيه، فاردين ايقاع مثلث اهلاوي جميل جدا في الجبهه الشمال، محمد شكري وزيزو وتريزيجيه، اسماء كبيره عند النادي الاهلي، مجموعه لعيبه في كل مركز واحد واثنين وثلاثه. اعتقد بعد 92 دقيقه لعب جمهور النادي الاهلي اطمن على مجموعه كبيره من اللعيبه. شفنا محمد شريف طبعا واللي هيبقى عليه دور كبير جدا وهيتحط في مقارنه بشكل او باخر دايما مع وسام ابو علي وجرادي شهر. طبعا مين فيهم اللي هيكون حامل عرين الثلث الامامي بالنسبه للنادي الاهلي؟ هل يكون في اسماء اخرى جديده بالنسبه للاهلي؟ هل كوكا واحد منهم؟ انطلاق على طول تاني، محاوله تصويبه خطيره، سلام الشناوي، والهدف الهدف الاول لصالح الملعب التونسي. يسجل الملعب التونسي اول هدف اللقاء في مرمى الشناوي في الدقيقه الثانيه بالوقت المحتسب كبديل الوقت الضايع على شوط المباراه الثاني. يسجل الملعب التونسي هدفه الاول، لاعب الخطير جدا اللاعب خليل عياري، ولد هيكون مكسب كبير جدا وهيكون ليه دور كبير مع الملعب التونسي، ولد من اللعيبه اللي هتتخطف في الحقيقه الفتره اللي جايه. ده لعيب كبير، ده لعيب كبير جدا خليل العياري، مكسب ولد صغير بتتكلم في 17 18 سنه، حاجه يعني حاجه فخمه جدا جدا مع الملعب التونسي. لاعب خليل العياري واحد من ابرز اللاعبين واللاعب الموهوب اللي بيعول عليه النادي بشكل كبير جدا، يكون احد افراده الكبار جدا في السنوات اللي جايه خليل العياري. تمشي على طول الكره تاني خطيره ملعوبه، بيلعب بالقدم اليسرى، عنده رؤيه، عنده فيجن جميل، وعنده توقع جميل، والكنترول والدريبلينج بتاعه هايل جدا اللاعب خليل العياري. تمشي على طول الكره اليو ديانج، تحضير على طول لصالح الاهلي، محاوله احراز هدف خامس الاهلي اكد حقيقته في هذا المساء. ادي تسديده على طول زيزو لكن سهل حارس المرمى، تسديده على طول زيزو لكن حارس المرمى ومعاه